السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم باذن الله راح ندير طاجين الجلبانه بالبطاطا محمره. البطاطا تكون بهذا الحجم، تكون صغيره تقريبا قد حبه تاع البيض. اذا ننتقلوا مباشره لطريقه التحضير. انا هنا درت الدجاج تاعي يتقلى مع شويه زيت وزبده. نزيد نضيف عليه البصل، حبه صغيره بصل مع 4 فصوص ثوم ريحتهم في الروبو مع شويه قزبر ومعدنوس والماء ريحتهم مليح. ونزيد معاهم زنجبيل، شويه كمون، شويه فلفل اسود وفلفل احمر، الملح والطماطم مصبره. ونزيدو زوج وريقات رند ونخليهم كامل يتقلاو مع بعض، يتقلاو مليح. اذا انا نغطيهم ونخليهم يتقلاو. اذا هنا بعد ما تقلى لي كلش نزيد نضيف الحبات تاع البطاطا، نزيد نقليهم شويه. إذا نضيف الجلبانة ونمرق مباشرة. أنا مرقت بليترة تاع الماء ونغلق عليها ونخلي البطاطا تطيب. نخلي غير تطيب البطاطا، من بعد نعاودو نتلاقاو. اذا هنا انا البطاطا تاعي راهي طابت. انا هنا دهنت المول تاعي بالزبده، دهنته مليح. رايحه نضيف البطاطا واللحم ونزيد ندهن البطاطا والدجاج تاعي من الفوق، ندهنهم مليح. ونزيد نضيف عليهم شويه ثوم يكون مقطع رقيق، وندخلهم للفور نحمرهم. وساعه على ساعه نقلب البطاطا والدجاج باش يتحمروا لي كامل من الجهتين. والجلبانه في نفس الوقت نخليها تزيد الطيب ولاصوص تختار. اذا من بعد نتلاقاو في صحن التقديم. اذا هذا هو شكل عليه الفائز حقا من